أخيرا وصلت للمكان اللي فيه الوثيقة الثالثة من وثائق ويكي جمهورية تيتي براميتي. لا ده جنان. هي فين؟ هيت. أخيرا لقيتها. يا ويكي خط إيدك معفن، بس يلا مفيش مشكلة. ده بمثابة كنز ليا إن ألاقي الوثيقة ديت. الوثيقة دي بالذات غير أي وثيقة تانية شفتها. بنقول بقى، يحكى أن في قديم الزمان في جمهورية تدعى تيتي براميتي. ده تيتي براميتي طبعا المقدمة بتاعته اللي بيقولها كل مرة. بيقول لك إيه بقى؟ أوعى تفتكر، أوعى، ده بيأكد على كلمة أوعى، تفتكر إن في بيت في جمهورية تيتي براميتي ما اتقطعش فيه الكهرباء. وبيقول لك السبب هنا ليه؟ لأن قطع الكهرباء خير، ولازم الخير يطول البيوت كلها اللي موجودة في جمهورية تيتي براميتي. وبيقول لك من ضمن الخير دوت، طبعا تيتي براميتي فصل الخير ده في 5 نقط. أول خير قال لك حرق جميع الأجهزة الكهربائية، واللي ما اتحرقش في أول مرة تيتي براميتي قال لك أوعدك إنه هيتحرق، لأن الكهرباء مش هتقطع مرة، هتقطع 100,000 مرة، يعني عد من هنا للصبح. فما تخافش، يعني هتتقطع وهتتحرق. بيقول لك الحاجة التانية، تقعد في جو حر قوي، وتقعد تخر في عرق وبتاع. قال لك من ضمن الحاجات دي في ايه بقى؟ ليه تقعد في جو حر؟ قال لك ليه بقى؟ بص بقى فايدة الجمهورية تيتي براميتي في كده. قال لك انت لو تخين وبكرش، بدل ما تروح ساونا وهتدفع، او تروح سبا عشان تخس، او تروح، الدولة بتوفر لك حاجة بسيطة تقطع عليك النور، تقعد تخر في العرق. طبعا مفيش تكييفات ولا في حاجة، تقعد تخر في العرق، تجيب النص. وكهرباء ما بتقطعش ساعة ولا ساعتين، لا دي بتقطع 3 4 5، عدني من هنا للصبح، ممكن يوم كامل. يعني هتخس. طب واحد هيسألني، ده هنا هو تيتي براميتي اللي بيقول يعني، جمهورية تيتي براميتي. ويكي بيقول لك واحد هيسألني هيقول لي طب لو انا رفيع؟ اقول لك مفيش مشكلة، لو انت رفيع مفيش مشكلة انك تخس تاني. دايما الخسسان حلو جدا، عشان كده الدولة دي اهتمت بالخسسان. قال لك يعني احنا هنعمل دولة كرش وكل واحد يمشي له يقعد يهز لي كرش ويقعد يمشي زي البطريق؟ لا، لازم نقضي على الكرش. عشان كده هم بيقطعوا الكهرباء، وانا معاهم في النقطة دي، يمكن النقطة دي خير. بيقول لك تالت نقطة، يا سلام بقى لو انت نازل في الاسانسير بقى، وحظك بقى وانت في الاسانسير والنور قطع. حاجة من الاثنين، ويكي بيقول لك حاجة من الاثنين، لا يكون معاك في الاسانسير جارك غتر جدا ما بتقبلهوش ومعاك في الاسانسير. شوف بقى، تخيل بقى الوضع كده. بيقول لك بقى هي فرصة ممكن تتعرفوا على بعض اكتر، وهي فرصة برضو لو واحد اغمى عليه ووقع، التاني حصله على طول، لان مفيش هيبقى فيه هوا، فنخلص من الاتنين مرة واحدة. طب ايه هي الحاجة التانية؟ الحاجة التانية لو جارتك هي في الاسانسير، طبعا انت ساعتها هتقول النور لازم يقطع، هيقطع. اهي فرصة تقعد تغازل فيها وتقعد تتكلم، وطبعا لو اغمى عليها طبعا تقعد تفوقها وبتاع. ساعتها خير. وساعتها انا عارف ان جمهوريه تيتي براميتي اول ما عرفت النقطه الثالثه دي، ويكي ذكرها في مذكراته، قعدت تدعي ان الكهرباء تقطع على طول. يلا. بيقول لك كان في زعيم الله يرحمه بقى، بيقول لك من اقواله، لولا الكهرباء لشاهدنا التلفزيون في الظلام. مقوله كويسه جدا. طبعا لما قالها في الوقت دوت الناس قعدت تضحك عليه وتقول لك ده مناخوليا. بس بعد ما الكهرباء قعدت تقطع كتير في جمهوريه تيتي براميتي، اتجاه الدول الحديثة واتجاه الفكر الحديث لتدريس هذه النظرية، وهي مشاهدة التلفاز في الظلام. وأصبح الراجل دوت من رواد وأصبح من حكماء بسبب المقولة اللي قالها ديت. يعني سبحان الله، الراجل مات واتشتم وقالوا عليه مجنون بسبب قال المقولة ديت، وبعديها بكام سنة اتضح إن كلامه ده صح الصح. خامس نقطة بقى والأخيرة، بيقول لك دايما معظم الأكل في الثلاجة لو النور قطع فترة طويلة بيبوظ. ده خير للازواج. ازاي هيبقى خير للازواج؟ احيانا في زوجات دايما بيطلعوا عين ازواجهم ان هم لازم ياكلوهم من اكل بايت. يعني مثلا يعملوا حله بطاطس، حله باميه، تفضل موجوده بالاسبوع لاسبوعين في الثلاجه. الراجل طبعا يقعد ياكل منها، اول مره يقعد يقول لها تسلم ايديكي، تاني يوم طبعا تستحلاها، تحط له في الثلاجه تطلع له كل يوم، لحد ما الراجل لا اما يبقى عامل زي الباميه، لا اما يبقى عامل زي البطاطس، لا اما يعمل زي الكوسايه. عشان كده دي فرصه، اهو الاكل بيبوظ وبيترمي، فده كده نجبر الزوجات على طول انهم يعملوا اكل باستمرار حديث كل يوم يوميا. طبعا الكهرباء بتقطع كل يوم فتعمل اكل على طول. دي ال5 نقط. لما ال5 نقط دولت يحصلوا في اي دوله
يبقى تعرف على طول ان ديت جمهوريه تيتي براميتي.